اجمل ناس من كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وفي افضل صحة يا رب. تعالوا بينا بقى النهاردة نصلي على النبي ونشوف سندوتش تحفة. فعلا تحفة، مش هيخليكي تجيبي سندوتشات من بره. اول حاجة كده، معايا جبنة رومي مبشورة، ومعايا كمان دقيق، ومعايا بقية الهمبرجر اللي انا كنت جايباه عشان اعمل بيه المكرونة، ومعايا كمان كايزر. هنعمل بقى النهارده صوص جبنه خطير خطير خطير، وهنعمل كمان سندوتش زي ما قلتلك، حلو جدا جدا. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده سخنت الطاسه، ونزلت عليها بمعلقه زيت، ونزلت عليها بمعلقه دقيق، عشان هعمل يعتبر هحمره اكني بعمل بشاميل بالظبط، لحد ما بقى اداني اللون ده. وبعد كده نزلت عليها بكوبايه لبن، وكمان نص كوبايه ميه، وهبدا اخلي الدقيق دوت يبقى سايل. وبعد كده رحت نازله عندي بالجبنه المبشوره. بصراحه ما كانش فيه جبنه موتزاريلا، عشان كده استكفيت بالجبنه المبشوره بس. انت عايزه تحطي جبنه موتزاريلا حطي. هنا نزلت بملح وشطه وشويه فلفل اسمر. هنا بقى كنت سخنت الجريل، ونزلت كمان ان انا ادي بس يعني اسوي الهمبرجر. هنا بقى كنت خلصت وعملت الهمبرجر، وكمان اول ما لقيت الجبنه ساحت معايا كده نزلتها على النار. سامحوني هنا بقى لاني انا بصور بايد واحده بس، فمش عارفه افتح الساندوتش. هنا ادي الجبنه اهي. عايزه اقول لكم صوص الجبنه ده تحفه تحفه، تقدروا تاكلوه جنب كل الاكل. هنا ابتدات اعمل ايه؟ ابتدات ادهن جبنه من تحت في الكايزر. عايزه اقول لكم كانت مطه وجميله، مع اني معلهاش جبنه موتزاريلا، بس مش قادره اقول لكم طعمها وهم ازاي. وهنا بقى كمان حطيت جرجير. انا عن نفسي ما بحبش الطماطم، ما بحبش الخيار اللي هو العادي اللي هو غير المخلل، ما بحبوش على السندوتشات. وهنا بقى حطيت خيار مخلل من اللي انا عاملاه، بس ده مخلل مش خيار عادي، عشان كده انا حباه. ونزلت هنا بالهمبرجر بتاعي بس كده، وكان احلى احلى سندوتش، احلى من اللي بتجيبيه من بره 100 مره. اتمنى تجربيه، هيعجبك قوي قوي بصوص الجبنه ده. ما تنسيش بقى اشتراكك الحلو اللي بتنوريني وبتسعدي قلبي بيه. ربنا يسعدكم يا رب.